انظروا مات ابن سعدي، لكن هل مات علمه؟ مات الملك سعود الذي كان يعالج ابن سعدي ولا يذكر إلا في التاريخ. مات الملك فيصل رحمه الله الذي اعتنى بابن سعدي ولا يذكر إلا في التاريخ. وأما ابن سعدي فلا يخلو مجلس من ذكره، لا سيما في كثير من العوام يقرؤون كتابه في تفسير القرآن، وطلاب العلم يهتمون بكتبه النافعة في الأصول وغيرها. فعلينا أن نجتهد في العلم والعمل به والدعوة إليه والاستمرار وعدم الانقطاع. انظر يدرس إلى قبل وفاته بيسير، نحن الآن إذا فينا زكمة نعلن التخلف عن الدرس أو غير ذلك، وهذا يدرس. وكذلك ابن عثيمين، يعني آخر ليلة في رمضان، آخر يوم في رمضان وهو في مسجد أو في مستشفى الملك فيصل أو غيره من المستشفيات التخصصية في جدة، وفي آخر النهار قال لولده احملني إلى الحرم لألقي الدرس. قال يا أبتي أنت مريض وأنت متعب، قال احملني إلى الحرم. فاضطروا أن يحملوه إلى الحرم في سيارة إسعاف والطبيب معه، وكذلك أنبوبة الأكسجين بجانبه لأنه مريض. ومع ذلك قالوا ألقى درسه سبحان الله كأن لم يكن فيه شيء، بانشراح صدر وفوائد عظيمة. وكانوا يظنون أن تلك الليلة سيكون إعلان العيد، مما كانوا يثبطونه به، يقولوا الليلة عيد ما هناك درس، لا. فإذا به أعلن أن غدا تتمة 30. قالوا فلما انتهى من درسه التفت إلى ولده وقال له انظر يا ابني استفدنا خير كثير. ثم بعدها عاد إلى المستشفى ومات فيه. ويذكرون أن هذا آخر درس درسه ابن عثيمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، فهنيئا لهم. هذا هو موت الشموخ، ما هو موت طلال المداح لما مات وهو يعزف العود. قال أحدهم مات موت الشموخ. والله ما هو إلا سوء خاتمة. موت الشموخ وموت العلماء وهم في تأليف وتدريس وصلاة وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله عز وجل. فعلينا يا أخواني أن نجتهد في نفع أنفسنا في حياتنا وبعد مماتنا، فإننا إذا اهتمنا بالعلم انتفعنا به في الدنيا، والله انتفعنا نفعا عظيما. راحة بال، طمأنينة قلب، سعة رزق، سواء الرزق الحسي أو المعنوي، انشراح صدر، علو مكانه، وانتبعنا به في الدنيا وفي الآخرة برفعة إن شاء الله في الجنان ورضا الرحمن ومرافقة محمد عليه الصلاة والسلام. والمرء مع من أحب. فاطلب العلم، إن حييت ألفت وصنفت ودرست ودعوت، وإن مت تموت وأنت طالب علم. هل هناك أكرم من هذه؟ أن تموت وأنت تصنف أو تكتب أو تدرس أو تعلم أو تخطب أو تنصح أو توجه؟ لا أكرم والله. والله أنها أكرم من موتة الساجد. إذا مت وأنت تدرس وتصنف، مع أن موتة الساجد لها فضل عظيم، إلا أن المدرس موتته على هذا الحال أفضل من ميتة الساجد والصائم والحاج والمعتمر. فنسأل الله أن يختم لنا وإياكم بالحسنى، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على بذل الجهود في تحصيل العلم والعمل به وتبليغه. ما أحد اجتهد في طلب العلم وندم أبدا. ائتوني بواحد في الدنيا اجتهد في طلب العلم وندم، حتى وإن ضعف جسمه وضعف بصره وقل ماله ولحقه ما لحقه. وأتوني بمن شغل بغير العلم وما ندم. الرئيس يندم، والوزير يندم، والتاجر يندم، والمقاول يندم، والعسكري يندم، وكل من هو في عمل من أعماله يندم إلا طالب العلم، فإنه يقول الحمد لله نالنا خير، الحمد لله كسبنا خير، لأنه رابح على أي حال. أما ذاك ربما ضيع صلاة، ربما أذهب جسمه، ربما ارتكب معصية، ربما فرط في طاعة، ربما شغل، ربما أتعبته الدنيا، حتى وإن حصل يقول أنا أهلكت نفسي. ربما يقول لأبنائه أنا أهلكت نفسي من أجلكم، أنا تعبت
أنا عانيت أنا كذا، بينما العالم أبدا من شرح الصدر. يذكرون أن آخر ما كتبه شيخ الإسلام في عرض القلعة وهو مسجون أخذ شيء من الأعواد التي فيها الفحم وكتب فيها: ما سلك أحد هذا المسلك إلا عودي وأوذي، وهو في القلعة، وما ندم يوم من الأيام على أنه يعني سلك مسلك العلم، بينما الذي يسلك غير مسلك العلم سيندم طال الزمن أم قصر، سيندم في الدنيا وسيندم في الآخرة إن لم يتداركه الله بتوبة. بينما العالم ما يندم في الدنيا على تصنيف، على تأليف، على كتابة، على خطابة، على تدريس، على ما لحقه من البلاء، وإذا مات على ذلك يرجى له ألا يندم في الآخرة، والله المستعان.